انا مش ساحر ولا مش عاوز، انت دلوقتي معاك كريدت ومديون. اي عمليه شراء بتبقى مقسومه لجزئين: متعه شراء، حاجه جديده انت بتاخدها، ووجع دفع، الفلوس اللي انت بتصرفها. العمليه دي مهمه عشان بتحسسك بقيمه واهميه الحاجه اللي انت بتشتريها. الكريدت او فيز المشتريات يعني اتصممت عشان تلغي وجع الدفع ده، فبتخليك تفصل اللحظه اللي انت بتفرح بيها عن اللحظه اللي انت بتدفع فيها بظاهره اسمها دي كابلنج افكت او تاثير فك الارتباط. فبتقول لمخك افرح انت دلوقتي وسيب الوجع ده لاخر الشهر. بس المشكله الاكبر اللي انا هقولها لك دلوقتي: جامعه MIT عملت تجربه، لقت ان الناس مستعده تدفع 100% زياده، يعني ضعف المبلغ في نفس الشيء لو هتدفع بكريدت مش بكاش. المشكله هنا ان الكريدت بتوهمك ان دي فلوسك، بس الحقيقه ان دي فلوس سلف انت مستلفها من البنك. فيجي اول الشهر عشان تسد المديونيه اللي انت اخدتها تلاقي مرتبك ابتدى يخلص في اول اسبوع، فانت عايز تكمل الشهر تعمل ايه؟ تستخدم الكريدت تاني عشان تسدد اول الشهر، وتبدا تلف في دايره ما بتخلص. فتكتشف ان انت بقيت بتشتغل طول الشهر عشان تسدد الكريدت مش عشان تعيش، وهي دي لعنه الكريدت. فلو عايز الكريدت يخدمك مش يدمرك، استنى 24 ساعه قبل ما تشتري اي حاجه من الكريدت، وغالبا هتلاقي نفسك مش محتاجها. وخلي ليميت الكريدت ما يعديش 20% من مرتبك حتى لو البنك اقنعك ان انت لسه ليك ليميت. والخروج والسوبر ماركت واللبس خليهم دايما كاش مش كريدت، لان دي مش طوارئ عشان تستخدم فيها الكريدت. وفي الحلقه الجايه هقول لك افضل طريقه علميه تسد بيها مديونيتك في الكريدت. وشاركني في التعليقات، هل الكريدت فعلا بتساعدك ولا دايما بتورطك؟